السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد على القناة. انا اليوم غادي نشارك معكم حلوة لاكريم على شكل راية مغربية بمناسبة نجاح المنتخب المغربي العقبة للكاس ان شاء الله. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. هنا في الجينواز عندي 10 ديال البيضات مع 300 غرام سكر سنيدة و 300 غرام دقيق، وعندي قليل من الملح، وعندي جوج سكر منسم بالفاني. هنا كناخذ البيض بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، كنديروا في واحد البول في الاناء اللي غتطربوا فيه، وكنضيف عليه واحد القليل من الملح، وتنضيف ليه السكر منسم بالفاني. دائما تناخذوا تنضربوا القياس ديال البيضه في 30 غرام. عندنا 10 البيضات، 300 غرام سكر، 300 غرام دقيق. هنا بالنسبه للسكر انا ضفته معاه في خطره، ممكن تخليو تطربوا البيض حتى يطلق بحال الرغوه تضيفوا ليه السكر. انا صراحه هذا البيض كان كطرب ليا مزيان، ما عنديش مشكل. صافي نتوما كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما طلع البيض كيفاش كيتضاعف الحجم ديالو، راه طالع بواحد الطريقه رائعه. نتوما كيف كتشوفوا كيبقى داكشي الفوق ما تيهبطش، داكشي اللي تنحطو الخيط اللي تنديروه تيبقى طالع كيولي بحال الكريمه. صافي هنا غادي ندوزو ناخدو الدقيق اللي مغربل وتنديروه دفوعات، اولا تنقسمو ديك 300 غرام على 3 ديال الدفوعات، وتناخدو واحد سباتيل وكنبداو نطلعو من الفوق للتحت، عفوا من التحت للفوق في اتجاه واحد ضروري باش ما ينزلش لينا الخليط بهذه الطريقه. مهم الفيديو راه موضح راسو كيف كتشوفوا معايا في لا فيديو. تنبقاو نطربوا بهذه الطريقه هذه حتى تندخلوا الكميه كامله اللي عندنا ديال الدقيق. دابا هنا من بعد ما كملنا الخليط ديالنا كناخذوا طاوه اللي مفرشه بالورق ديال الطبخ ضروري، وتنوزعوا داك الخليط على الطاوه كامله. انا هنا بالنسبه للقياس ديال الطاوه اللي هز ليا هذا القياس ديال 300 غرام 300 غرام و10 البيضات، عندي 70 على 40 في الطاوه. الطاوه عندي العرض ديالها 40 سنتيم وفي الطول ديالها 70 سنتيم. صافي هنا كنوزع هذا الخليط، راكم كيف كتشوفوا باش كتعرفوا الخليط راه طالع وناجح معكم 100%، راه فاش كتكونوا تحطوه راه كيبان لكم الطريقه ديالو. صافي تندخلوه على فرن اللي مسخن درجه الحراره ديالو، فرن سخون، وتنخليوه واحد المده قصيره، ما كتاخذش معنا واحد الوقت طويل، تقريبا شي 10 دقائق. هانتوما كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طابت كطيب العافيه تحت منها، وتنهبطوها شويه تحمر لينا من الوجه غير شويه. نتوما كيف كتشوفوا كيفاش تتجي جينواز رائعه وناجحه 100%. ممكن تحضرها اي وحده وتنجح معاك الا طبقتي الطريقه كيف درت انا، راه غتنجح معاك 100%. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا من بعد ما انا عندي ضروري الفران كيحمر الجنيبات، هذه عندي معروفه حتى في الحلوه كنلقى شويه هذا المشكل، دائما كنمشي نحيد دوك الجناب هما الاولين. صافي هنا كناخذ هاد الاطار هذا وتنقطع به. انا بالنسبه للجينواز راني درت فقط جوج ديال الطبقات، ما درتش كتر. كناخذوا هنا الكريمه اللي درتها في الثلاجه لمده ديال تقريبا شي 10 دقائق، والبول حتى هو عفوا في المجمد، والبول وحتى باش كنطرب كلشي كان في المجمد باش كطلع ليا الكريمه بسرعه. هنا تنضيف ليها الصلصه ديال الكراميل، باش كتجيني ديك الكريمه منكهه بالكراميل تيجي مذاق رائع. صافي هنا الكريمه ديالي من بعد ما طربتها، واخا فوت ليها شويه في التستراب عقدت بزاف، ولكن هكاك ماشي مشكل، بالعكس جاتني مزيانه. صافي كناخذ داك الاطار اللي تندير في التحت ديالو
فاش غنحط فوق منه عفوا تلفت في الهضره، فاش غنحط فوق منه داك الجينواز. انا هنا عندي داك الاطار راه كيتزاد، داكشي علاش انا غنقادو مزيان وعاد نكمل معكم. صافي انا من بعد ما قادت الاطار ديالي كيف كتشوفوا غناخذ بالنسبه غنسقي الجينواز بالحليب فقط، لان ما بغيتها تجيني الحلوه حلوه بزاف، داكشي علاش سقيتها غير بالحليب. ممكن ديروا كاس ديال سنيده مع 2 كؤوس ديال الماء وديروهم على نار حتى يغلاو مزيان، وتنكوهم بالنكهات اللي كتبغيو نتوما على حسب الذوق ديالكم. هنا كناخذ واحد لابوش وكندير فيه لا كريم، وكنبدا ندوز بهذا الشكل هذا. ممكن ندوزو باي طريقه عجباتكم بشكل عشوائي، لاننا هنا راه مازال غنحطو فوق منها الطبقه الثانيه. صافي انا هنا من بعد ما ساليت لا كريم درت فوق منها الفريز مقطع. انا هنا الفريز كيف كتشوفوا راه طالق داك الماء، درت فوق منه واحد حبيبه ديال السكر وخليته واحد شويه حتى طلق لينا داك السيرو، كيعطي واحد المذاق رائع. ودرت فوق منه لاصوص ديال الكراميل كيف موضح في لا فيديو. صافي تنضيف الطبقه الثانيه وتا هي تنسقيها بنفس الطريقه بالحليب، وتنزيد كندير ليها الكريمه. صافي هنا تنفيني الحلوه ديالي مزيان وتندخلها للمجمد. كندخلها للمجمد حتى تتجمد لينا الحلوه على حسب الا كانت رقيقه راه 2 سوايع ولا دار. عندي هنا في الكلاصاج عندي 3 الوراق ديال الجيلاتين، عندي هنا 24 قطعه ديال الشوكولاط كاع لا الشوكولاط العادي، هنا عندي كاس سكر سنيده، عندي نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الحليب. هنا عندي لاغوم باش كنكه، انا هنا ندير نكهه الكاسيس وغنزيد عليه الملون احمر باش يخرج ليا اللون. كناخذ هنا هاد نص كاس ديال الماء كنديرو في كاسرول، كنزيد عليه غندير الماء مع السكر فوق البوطه حتى يغلي، وغادي ندير ورقات الجيلاتين فهاد هنايا يفزقوا ليا. هنا غنهرسهم وندير السكر فوق البوطه. دابا هنا السكر والماء من بعد ما جاب الغليه غادي نخوي عليه الحليب. هنا غادي نخوي عليه الحليب وغنضيف قطع ديال الشوكولاط وغنحرك وغنزيد هاد الجيلاتين. كنضيف ليه هنا النكهه ديال الفاني، وتنزيد هنا لاغوم ديال الكاسيس او الفريز على حسب، وكنزيدوا ليها ضروري تنزيدوا معاه واحد الملون. هنا هاد اللقطه قطعات ليا ضروري تنزيدوا معاه شي عفوا كنزيدوا معاه ملون باش كيخرج لينا داك اللون الاحمر اللي تيعطينا الشكل ديال الرايه الحمراء، الرايه المغربيه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كيفاش تيجينا داك الكلاصاج رائع واقتصادي. كلاصاج اقتصادي كيف كتشوفوا كيجي زوين بزاف، راه غير مكلف كيف شفتوا معايا راه ساهل وبسيط. صافي هنا كنخلي الحلوه ديالي حتى كتنشف، كندوز كناخذ لاباط شوكولا كنلونها بالاخضر، وتندير هنا واحد الحرابي لاني ما عنديش شي سيليكون اللي خرج ليا شي حاجه عفوا اللي خرج ليا شي موتيف هكا. انا هنا درت فقط عادي حربلتهم. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم.